خلي بالك انت في الاخر هتعرف ازاي توصل لارض الاحلام دي. صباح الفل يا قلبي، عامل ايه؟ بص، هو احنا هنا جايين نتخيل مع بعض، فاهم؟ هو الموضوع خيالي قوي. فاحنا كنت لسه اتفرج على فيلم خيال علمي، فقلت اقول لك بقى ايه، ادينا بنتخيل مع بعض. هقول لك ايه هو الفيلم ده في النص كده، بس فاهم يعني، استنى معايا شويه. عمرك تخيلت نفسك كده قاعد في مكان فيه كل حاجه انت بتحلم بيها وبتتمناها؟ كل الحاجات اللي انت كان نفسك توصل لها، او الحاجات اللي انت نفسك تحققها، لا كانت موجوده في مكان واحد. فالفيديو ده عباره عن كله خيال في خيال. فتخيل معايا بقى، فاهم؟ كاننا قاعدين بنلعب. فاكر محمد صاحبنا بتاع الكتاكيت؟ ما اكيد فاكره، يعني مش فاكره، اتفرج على الفيديو اللي فات. محمد كان طول النهار مشروع الكتاكيت ده شاغل دماغه، عمال يفكر فيه وعايز يطوره، فاهم الحوار ده كله. بس في نص التفكير كده هو كان ايه، جه في باله عايز يشتري دولاب. مش فاهم ليه يعني. بس هو كان هيموت ويشتري دولاب. فالمهم نزل واشترى دولاب. ده محمد بيزنس مان قد الدنيا. راح اشترى دولاب من راجل غريب كده، والدولاب شكله غريب قوي. حطه في اوضته يعني. بعد كده بيفتح الدولاب بقى عايز يحط حاجته وكده. فشاف حاجة غريبة. شاف بوابة سحرية. عارف انت البوابة اللي هي شبه المراية دي؟ بتوديه لحتة تانية. هو محدش عارف ايه الحتة دي. بس طبعا الفضول هيقتله. هيموت ويعرف البوابة دي هتوديه لفين. راح ناطط. دخل جوه البوابة دي ولقاه هناك كان مدهش، يعني خلاه مبسوط قوي. راح ولقى مزرعة مليانة كتاكيت. مزرعة فيها ورود حواليه. شجر في نص المزرعة، شجر تفاح ومش عارف انت. حاسس ان انت جنة. في نهر كده حوالين المزرعة. بيت، عارف انت الحاجات دي. المهم ان هو قعد ياكل الكتاكيت ومبسوط، وكان كان كان شعور مذهل بالنسبة له يعني. فقضى يومه وعمال يلعب ويتنطط ويجيب اكل من هنا على شويه ميه من هنا، ياكل الكتاكيت وحواليه، فاهم؟ كان مبسوط قوي بالحوار ده. بس طبعا يعني زي اي حاجه في الدنيا لازم تخلص. محمد سمع صوت من بره عمال يندهه. امه كانت عماله تقول له انت فين، انجز بطل قاعده في الاوضه واطلع علشان الاكل. فالمهم محمد عرف ان اليوم خلص، فهو لازم يرجع يعني. فالمهم رجع. خلاص هو عارف ان في ايده كنز. عارف ان في ايده دولاب هيوديه الاماكن، ارض الاحلام. الدولاب ده مش سهل. هتعرف ليه مش سهل يعني. بس المهم محمد كان مبسوط قوي قوي قوي، حتى الليله دي معرفش ينام. من كتر الانبساط قرر يتفرج على فيلم يحاول ينام بيه. بس يعني جس وات. فيلم كان فيلم رعب. فيلم بيتكلم عن الزومبي. وبيتكلم عن، فاهم افلام الزومبي بقى، اللي هو ناس بتموت وناس بتعيش وبيتقتل ودم وجثث والبطل بيقعد يجري من كتر الخوف ومش عارف ايه، والدنيا ضلمه. تحس ان الارض الزومبي كلت الشمس، فاهم؟ هو كان فيلم كان بيتكلم عن الحوار ده كله. ما علينا. محمد طبعا خاف فاضطر ينام. فنام قضى ليله محترمه بكوابيس. صحي تاني يوم. هو كان متشوق جدا ومبسوط جدا يرجع تاني لارض الاحلام. بس قبل ما يخش كان كل اللي في دماغه ان هو عايز يروح. هو ما بيفكرش في اللحظة دي. هو كان حاجة مسيطرة عليه. مش عارفين ايه هي. كان متوتر. فقبل ما يخش قال بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا، وراح نطط. راح هناك. اللي شافه هناك كان صدمة بالنسبة له. الكتاكيت كبرت وبقى لونها اسود ومبقاش في شمس. والكتاكيت اتحولت لزومبي. والناس عماله تموت والدنيا بقت ضلمه، فاهم؟ اتطبق الفيلم بتاع الزومبي على طول. محمد من كتر الرعب والخوف ما قدرش يستحمل 3 ثواني هناك، رجع تاني بسرعه. بس رجع وهو مش عارف ليه اللي حصل، ليه كده، فاهم؟ ليه؟ طب انا عملت ايه؟ طب ايه البوابه دي؟ طب هو دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ يعني الدولاب ده خليه ولا ارميه؟ فاهم؟ حاجه كويسه اخليها. محمد اول لما طلع وهدي كده مع نفسه شويه، افتكر انه اتفرج على فيلم امبارح ليه علاقه بالزومبي والقتل والحاجات دي كلها. فحس ان لا، الموضوع فيه انه ربط الحاجتين ببعض شويه. فقال خلاص يعني اختار فيلم انا المره دي على مزاجي، بحيث انه يتطبق في ارض الاحلام. وبالفعل اختار فيلم بيتكلم على ناس بيدوروا على كوكب تاني يروحوا يعيشوا فيه. كوكب فيه حاجات احلى، حاجات ابسط شويه، بعيدا عن العك اللي احنا عايشين فيه ده. ف
في الاخر كانت نهايه سعيده طبعا، ان الناس وصلوا للكوكب اللي مليان بحر وشمس طول النهار، طول اليوم. في عارف انت البيت الخشب اللي بيبقى موجود فيه ست، مرات احلامك، فتاة احلامك موجوده هناك، وشويه ورد مزروعين بقى على ريحه حلوه، هوا نقي، الناس بتحب بعض، عارف انت الحاجات دي. المهم هو اتفرج على الفيلم ده والنهايه كانت كده. بس هل اليوم هيخلص على كده؟ ما محمد ده فقر زيه وزيك، يعني ما بتحصلش، بتكملش على خير. ابو محمد نده عليه، قال له تعالى، عارف انت تعالى لي. راح له، مسكوا رنوا علقه محترمه، ومحمد عمال يتضرب وهو مش عارف هو بيتضرب ليه. طب عرفني بتضرب ليه علشان اتضرب وانا يعني فاهم، وانا متقبل الضرب على الاقل. بعد ما اتضرب وخلص، وبعد ساعه علقه محترمه بالحزام او بتوكة الحزام، ما علينا يعني. فابوه قال له ايه، انت درجاتك في الكليه مش عجباني. لا يا شيخ، يعني انا الضرب ده كله علشان درجاتي في الكليه مش عاجباك؟ والله ولا عجبان انا كمان، بس هي الكليه اللي وحشه. ما علينا يعني. المهم من القصه، ابو محمد في الاخر هدده بحاجه. محمد قعد يفكر فيها كتير، قال له انت درجاتك لو ما اتظبطتش انا هحبسك في الاوضه. متهيألي الجمله دي كرييتيف جدا، يعني أبو محمد ده كان كرييتيف قوي. ان هو قال له ان هو انت هتتسجن، هتفضل مسجون يعني فاهم، قاعد في اوضتك زي السجن بالظبط، اكلك بمواعيد، شربك بمواعيد، عايش حياتك كانك مسجون بالظبط. بس محمد رجع اوضته وهو طبعا عمال يفكر في الحوار ده، بس في نفس الوقت حب لا، انا هركز دلوقتي في ايه، فان انا عندي لعبه وكنز، حاجه حلوه قوي هروح لها. نام وهو مبسوط خلاص، حس ان كل الحاجات الوحشه اللي هو مر بيها هتتعدل مجرد انه يصحى تاني يوم الصبح. صحي تاني يوم الصبح، فتح البوابه بسرعه زي اللهطل، راح داخل نط كده على طول. كل اللي لقاه هناك ايه، كان متفرج على فيلم حلو امبارح، فدماغه كانت شغاله بالفيلم الحلو اللي هو شافه امبارح. فراح هناك، وبالفعل اللي توقعه محمد طلع صح، ان الفيلم اتطبق على ارض الاحلام. اللي لقاه هناك كل تقريبا تيبيكال اللي شافه، ان شويه فتاة احلامه على البيت الجميل اللطيف، شويه الورد وشامم ريحه حلوه، هوا نقي، شويه بحر، يعني شجر، ناس بتحب بعضها، فاهم الحاجات كلنا اللي بنشوفها في الافلام الحلوه دي، الافلام السعيده اللي انت تحس ان هي موجوده في الجنه بس في الاخر. بس يا معلم، بس محمد فضل يلف طبعا، عايز يستكشف المكان من كتر الانبساط ومن كتر الفرحة اللي هو كان فيها. بس مفيش حاجة بتكمل للآخر حلو. محمد في النص كده، عارف انت في الأفلام لما تكون الدنيا كلها ملونة، وفي النص كده بعيد قوي في بيت، ده بيقولك أول لما البطل يبدأ يتكلم عن البيت ده الناس كلها تقول له اوعى تقرب من البيت ده. من الآخر الدنيا كلها ملونة، الشاشة كلها ملونة، والبيت الوحيد ده اللي نقطة سودا في التلفزيون. هو ده كان حاصل هناك. البيت ده محمد بعد ما قعد يتطقش شويه ويسأل الناس شويه ويعرف البيت ويعرف قصة البيت ده، عرف ان البيت ده بيتكلم عن ايه. يعني جيس وات برضو، البيت كان بيتكلم عن ان ده سجن للناس اللي درجاتها وحشة في الدراسة. الموضوع يكاد يكون عبيط شوية، بس محمد قعد يفكر من ناحية تانية. طب هو ليه عالم جميل شبه ده، ما انا اتفرجت على فيلم ما كانش فيه الدراسة ولا سجن ولا الكلام ده. بس افتكر بقى ان هو كان واخد علقة محترمة، بص على ايده كده لقى في حاجة شبه كرباج على ايده، فبدأ يفهم بقى ان الموضوع له علاقة. العلاقة ان كل ما يدور في ذهن محمد قبل ما يخش من البوابة بيلاقيها الناحية التانية من البوابة. فمحمد قبل ما يخش من البوابة كان عمال يبص في ايده ويفتكر علامات الضرب والحزام اللي كانت على ايده، وبالفعل نط جوه البوابة وهو لقى كل الحاجات دي هناك. محمد بدأ يحس ان لا، انا محتاج اسيطر على افكاري شويه، محتاج اسيطر على الحاجات اللي تخش جوه دماغي. بقى بيحذر من الحاجات السلبيه اللي تخش دماغه، بيحاول يهرب من الافكار السلبيه. خلي بالك، حط تحت الجمله دي 520 خط، يعني فاهم، حاجه مهمه انك تهرب من الافكار السلبيه. بعد شويه تدريب والموضوع على فكره مش سهل، خد منه وقت طويل قوي. بعد شوية من التعب والمعافرة والكلام ده كله، محمد فعلا قدر يسيطر على الحوار ده، قدر يتحكم في الأفكار اللي تدخل دماغه، قدر يتحكم في الحاجات اللي يفكر فيها قبل ما يخش للبوابة. ده طبعا بعد ما استهلك محاولات كتير ليه قوي. محمد